القاهرة. راديو ديفيزيون إيجيبتيenne. هذا هو القاهرة. You are tuned to the Friday studios of the Egyptian Broadcasting Service. القاهرة. Εδώ Κάιρο, Αιγυπτιακός ραδιοφωνικός σταθμός. Με βρίσκει κομμάτια από την Συρκάιρο. Κάιρο ραδιοτάβο. أسرة ومشاهدي برنامج ميديا مصر في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. وما زالت الحياة كل يوم في اختلاف وائتلاف بين قديم وجديد وقريب وبعيد وحزين وسعيد، فلا الحزن باقي ولا السعادة باقية، هكذا هي الحياة فلنعيشها كما هي بحلوها ومرها وجميع تقلباتها، وبين الأمس واليوم وغدا نوافيكم باخبارها. في البدايه برحب بزميلتي بيري العبودي. اهلا بيك يا استاذ محمد. يا اهلا بيك يا بيري. وامل عبد الله. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بكل مشاهدينا، بتوحشونا من اسبوع لاسبوع. طبعا احنا لازلنا لسه في شهر الحب، فكل لحظه وكلنا في سعاده يا رب. امل. مساء الخير اعزائي مشاهدي برنامج ميديا مصر، اهلا بيكم في حلقه جديده. وقبل ما نبتدي حلقتنا النهارده بننعي بكل الحزن والاسى شهدائنا الابرار ال15 اللي راحوا ضحيه الهجوم الارهابي الغادر. رحم الله شهداء الوطن يا رب. وتحيا مصر. ربنا يرحمهم برحمته يا رب الواسعه ان شاء الله، هم شهداء وابرار باذن الله. امين. اللهم نبدا ببيري. عندي النهارده خبر رئاسه مصر للاتحاد الافريقي، العمل على إصدار جواز سفر موحد للدول الأفريقية ورفع شعار أفريقيا بلا منازعات، والعمل على حل المشاكل الأفريقية لتحقيق هذا الشعار. وعندنا خبر جميل يخص عروس البحر الأبيض المتوسط، أول عربة ترام جديدة مكيفة ومزودة بالإنترنت وخدمات مميزة لأول مرة في مصر وخلال أيام في مدينتنا الحبيبة والعريقة الأسكندرية. مبروك علينا وعلى كل شعب مصر. مبروك لكل مصر، لان كل مصر هتيجي تزور اسكندريه وتيجي تصيف وتيجي تستمتع احنا هنسيب العربيات اساسا وهنركب الترام طبعا ان شاء الله. طبعا اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم مؤثره في المجتمع واتخاذ القرارات بشكل كبير لا يمكن انكاره، كما اصبحت مؤثره على الاشخاص من كل الفئات العمريه. فمثلا الاطفال طبعا بيستمتعوا بمشاهدات فيديو منتشره كتير قوي في تناول التهام الطعام والشراب بكميات كبيره. طبعا ناس بتتبارز في الموضوع ده وفي ناس بتقلدهم، وهذا طبعا بيتنافى مع الاداب الطعام بتاعتنا اللي احنا اتعلمناها في ادياننا السماويه، ومن اخطر الاشياء طبعا على صحه اطفالنا. طبعا كارثه. في طبعا مقولة بتقول فما ملئ ابن آدم وعاء أشر من بطنه، وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يعني يا جماعة احنا ناكل اللي يخلينا نقدر نتعايش، مش لازم ناكل أكتر من طاقتنا، وده طبعا خطر على أطفالنا لأن السمنة تعتبر مرض العصر وأخطر الأمراض وسبب في أمراض تانية كتيرة. فياريت نقتصد شوية ونعمل فيديوهات مضادة لفيديوهات الأكل، ان احنا زي نوعي اطفالنا ياكلوا كميه محدوده وفي نفس الوقت يبقوا بصحه جيده. قبل ما نطلع بس الفيديوهات، معلش انا صراحه زهقت من الببجي. انا عندي ابن بيلعب ببجي وزهقني في عيشتي، والعيال استنى يمكن يلاقوا نصيبه من على الببجي. الكبير اتنين اتجوزوا كمان. الكبير والصغير كل ما اكلم حد يقول لي مش فاضي ومش مركز معايا. كل اولادنا وكل اخواتنا واصحابنا قاعدين طول النهار على الببجي
ايه المشكله؟ يا جماعه مش عارفة. ارحمونا شويه، ارحمونا من المشكلة باب. ان بعد الاتنين اللي بيلعبوا واتعرفوا واتخطبوا كده هنلاقي بقى في جوازات كتيرة قوي عن طريق البابجي. لا خش العبها بقى. احنا كلنا هندخل وعلى نلعبها. قد ما السوشيال ميديا مفيدة جدا وكل حاجة فيها مفيدة وسريعة وبتغير رتم الحياة، لكن من أهم مساوئها بقى الحديثة إننا فقدنا الجو الأسري، فقدنا الجو الأسري الجميل، وكل واحد فينا قاعد في أوضته على الإنترنت وعايش في العالم الافتراضي بتاعه. لكن هنعمل إيه؟ دي ضريبة التقدم، وهي كده الحياة كل يوم في حال. نيجي بقى على خبر منتشر جدا الفترة اللي فاتت، هي أخبار المشاهير والفنانين. طبعا أخبار يعني لا تسر عد ولا حبيب، دي اتحجبت، دي قلعت الحجاب. وطبعا فضيحة الفنانتين والمخرج الفترة اللي فاتت. طبعا احنا بيبقى عندنا فضول ان احنا نوصل للفيديوهات ونشوفها، بس يا جماعة يا ريت بلاش نظام نشيرها نوريها لبعض. يعني احنا بنرتكب ذنب بان احنا بنشوف الفيديو، بلاش ان احنا ننشرها اكتر من اللازم. يعني نرجع لاخلاقنا شويه، ربنا امرنا بالستر، فيا ريت نحد شويه من الموضوع ده. ما ينفعش بقى عمليه شير بقى كله عمال يشير ويتفرج. بالظبط، يعني شوفها يعني ما تشيرهاش. وبعدين من ستر مؤمن ستره الله يوم القيامة. ربنا يعني طبعا ربنا يستر على الجميع طبعا. يعني لان ما حدش طبعا عارف احنا بكره حالنا هيبقى ايه، وربنا مقلب بالقلوب. في ناس اورثها ذنبها وتقرب وذل الى الله، وفي ناس اورثتها طاعتها تكبر وغرور، وكل واحد فينا مش معصوم من الخطأ، فبلاش نزود يا جماعه الذنوب دي. والله احلى حاجه ان ربنا رب قلوب، بتكلم بجد. هو اصل المصريين اصلا طيبين، هو اصل المصريين طيبين جدا جدا، وعادات دخيله على مجتمعنا فعلا. لا واحنا ممكن نكون بننتقدهم وبيعملوا لما بنشوفهم بيتكلموا وبيعيطوا يا حرام، يعني ربنا يسامحهم بجد. احنا الطيبه جوانا. بصي هو عمل مشين، وبصراحة يعني ربنا يستر على كل الناس، بس برضو الناس زودتها قوي. دي علاقة العبد بربه، هو اللي هيحاكمه بالظبط. ربنا يسترها ان شاء الله. كنت بتقولي عن الرشاقة عندك؟ طبعا امل يا جماعه اكتر واحده هي اللي لازم تقول الخبر ده، الخبر ده بعيد عني. ده انت قمر يا بنتي. اتفضلي. طبعا ان شاء الله هنعمل رجيم برضه، هنخش على المرحله الجايه ان شاء الله، فبس ما نقدرش نتكلم والجيم للمشاهدين يا جماعه. والكل بقى مشاهدينا، الرشاقه والجمال لازم كل يوم ساعه مشي، ودي افضل رياضه على الاطلاق، وشرب كميه كبيره من الميه، وده سر النضاره بلا منازع. وممكن ان احنا نقسم كميه الاكل يا جماعه لنصين، نص مطبوخ ونص ني، عشان يساعد بعضيه ويساعد على الحرق. وطبعا النهارده احنا عندنا فقرات كتيره وجميله، يا رب برضو تعجبكم زي ما احنا بنقول دايما. واحنا هنبدا باولها مع الدكتوره ايمان هندي، وهي استشاري طب اسري ونفسي، وان شاء الله باذن الله يا رب الفقره تعجبكم. وطبعا بتقدمها النهارده جيهان فوزي، الاستاذه جيهان فوزي زميلتنا. يا رب الفقره تعجبكم، ولو في تواصل كده ولا حاجه ان شاء الله يكون ارقام التليفون الدكتوره ايمان متواجد على الشاشه، لو حد عنده استفسار ولا حاجه يا رب تكون الفقره تعجبكم ان شاء الله. نطلع للتقرير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكم ببرنامج كوميديا مصر. أنا سعيدة جدا إني انضميت لفريق البرنامج، وانضميت للأستاذ محمد غبارة وفريق العمل، وسعيدة بوجودي معاكم. النهارده هنتكلم عن موضوع هام جدا، وهو موضوع الإعاقة. الإعاقة موضوع بيمس المجتمع المصري. كتير بنشوف كتير في المجتمع معاقين، في إعاقة بدنية، إعاقة ذهنية، لكن احنا عارفين ومتأكدين ان المعاق ما اخدش حقه في المجتمع. كمان الاجهزة التعويضية غالية جدا وبتيجي مستوردة من بره، بتبقى مش في ايد انه يجيب المعاق ثمن الاجهزة دي. كمان احنا نقدر نساعد المعاقين باننا ما ننظر لهم شيء نظرة دونية. النظرة الدونية دي بتتعب المعاق جدا. النهارده هنتكلم عن الإعاقة مع الأستاذة إيمان هندي، أخصائية التربية الخاصة اللي برحب بيها في برنامج ميديا مصر. برحب بك يا أستاذة إيمان. أهلا وسهلا أستاذة جيهان. أنا سعيدة بوجودك معايا جدا. ميرسي، ربنا يخليكي. أستاذة إيمان، أنا عايزة أعرف إيه هي الإعاقة؟ الإعاقة هي عجز. هي بصي، أنا عندي الأول هقول لك التعريف اللي الناس كلها بتتكلم عنه، بس أنا هتكلم عن جزء مهم جدا. الإعاقة الأول هي عجز الفرد عن شيء معين، عمل شيء معين. بس اللي الجديد بقى إن الإعاقة إعاقة فكرية.
ان دلوقتي ان الاهل اي حد عنده اعاقه بيخبيها من المجتمع كانها وصمه عار. ليه ما تبصش لابنك للحته مثلا هو اكيد كل طفل عنده جزء معاق، عنده جزء تاني سليم تقدر تنميه، موهبه وجنبها تشتغل على الاعاقه. ليه نبص على العجز ونسيب الناحيه التانيه؟ طيب في انواع كتير من الاعاقه، انت اهتميتي قوي بالاعاقه البدنيه، قولي لي او الفكريه، قولي لي انواع الاعاقه الثانيه. في اعاقه حركيه، في اعاقه بدنيه وحسيه وجسميه. الاعاقه البدنيه اللي هي عندك بقى اللي هو عنده شلل، عنده بدنيه حاجه في جسمه. الاعاقه الحسيه اللي هي السمع، البصر، كل الاعاقه اللي هي الحواس بتاعتنا. عندك الاعاقه الحركيه اللي هو الحركه بتاعته اللي هو ما بيقدرش يتحرك من مكانه، اللي هو عنده شلل، دي اعاقه حركيه. ازاي المعاق يقدر يتعامل مع المجتمع؟ لا قولي ازاي المجتمع هو اللي يتعامل مع المعاق. ما المشكله ان المعاق بيحس بنظره من الناس كلها بتبص له انه على اساس انه معاق. علشان احنا في مجتمع معاق للاسف. مش الطفل هو اللي معاق، احنا في مجتمع معاق. الطفل لو انت تعاملتي معاه كانه طفل طبيعي ما هوش طفل معاق هتحسي ان الدنيا كلها جميله. انما انت بتبصي ده معاق يبقى منبوذ حتى من اهله. يعني انا اعرف ناس شخصيا عندهم طفل معاق حابسينه خايفين يخرجوه للمجتمع، فما بالك ده الاسره المجتمع هيعمله ازاي؟ في المدارس دلوقتي بدا موضوع الدمج، انه يدمج الطفل المعاق في وسط المجتمع وفي وسط زمايله بحيث انه يكون انسان طبيعي. في رايك في الموضوع ده؟ هو الدمج دي حاجه حلوه جدا، بتعمل على ان الطفل يندمج، المعاق يندمج مع الاطفال الطبيعيين، ان هو يبدا يعني يعرف يعني ايه الحياه. كان الاول مقفول عليه، دلوقتي يبدا وبيبقى نفس المناهج بتاعه الطفل الطبيعي، بس يبقى مختلف في الامتحانات بتاعته. الامتحانات بتاعته بتبقى كلها صح وغلط اختياري، بس بتحسيه ان هو طفل طبيعي في مجتمع كويس. ازاي اعرف ان الانسان ده بمجرد النظر انه شخص معاق؟ لا انت مش هتعرفيها بمجرد النظر لانك انت مش اخصائيه. ماشي، لان طفل في عندك نوع من اطفال المعاقين التوحد، ده طفل مظاهره طبيعيه جدا بس توحد، ده اعاقه بس ما يبانش عليه انه معاق، ده لازم بيعرفها اللي هو الاخصائي. طب يعني ايه توحد؟ التوحد هو اضطراب نمائي شامل للطفل بيظهر من الرضاعه وتشخيصه قبل سن 3 سنوات. يعني ممكن الطفل الرضيع يظهر عليه التوحد؟ بيظهر عليه التوحد. بيبقى عنده العياط بتاع الطفل. انت ابنك لما بيعيط بتعرفي ان هو مثلا عنده مغص، ابنك لو عيط عارفه انه عايز يرضع، ابنك لو عيط عايز يغير البامبرز. التوحد بيبقى العياط على وتيره واحده، كل العياط واحد ما بيفصلش. يعني مثلا لو بيبقى نبره الصوت مختلفه تعرفيها من التوحد. انا سعيده جدا بوجودك معايا يا استاذه ايمان، وانا استفدت بكتير قوي من وجودك، واتمنى ان يبقى فيه لقاءات تانية، لان موضوع الاعاقه ده موضوع شائك، موضوع كبير جدا، وموضوع مؤرق لكل المجتمع المصري. ميرسي جدا ليكي. شكرا استاذه جايين. شكرا. اشكرك جزيلا. شكرا. ورجعنا بالتقرير بتاع الدكتورة إيمان هندي، يا رب يكون حازي إعجابكم، وتقديم زميلتنا جيهان فوزي. عندنا إيه تاني هنطلع بالتقرير إيه بقى عندنا دلوقتي؟ عندنا فقرة المواهب مع الأستاذ الكبير إبراهيم الملاح. أعزائي المشاهدين برنامج ميديا مصر، أهلا بكم على قناة مصر الحياة تردد 10727 أفقي. هذا الأسبوع عندنا لقاءات متميزة لمواهب شابة جديدة بيقدمها لنا برنامج ميديا مصر. اسمحوا لي في بداية البرنامج أتقدم بالتحية للباشمهندس حاتم حسين اللي تفرغ لمعرضه الدولي اللي هيقيمه في القريب العاجل، وإن شاء الله هتنقله كاميرات برنامج ميديا مصر ويعود إلى أسرته ميديا مصر. ميديا مصر بتحييكم ونلتقي بعد الفاصل. الآنسة إسراء عبد المقصود الطالبة في جامعة الأزهر
بتدرس شريعة في سنة ثالثة، شريعة شريعة وقانون. أنا قلت شريعة بس يعني ما غلطتش، لكن هي شريعة وقانون. يعني تبقي زي الشيخ ياسين التهامي كده. تعرفي تغني يا إسراء؟ لا والله صوتي مش حلو. الشيخ ياسين التهامي برضو انت عارفاه، اللي بتسمعيه اللي بيغني القصائد بتاعت ابن الفارض، خريج شريعة وقانون. فهنا الفن لا يعني الموهبة ما بتوقفش الدراسة. فانت حضرتك بتدرسي شريعة وقانون، هل بتقولوا لنا شعر يشبه ابن الفارض ولا بتقولوا لنا شعر يشبه حياتنا العادية؟ هو والله يعني انا الشعر بتاعي يشبهني انا، يعني هو يشبه حياتنا بس يشبهك انت كده يبقى شاعر زي القمر. ربنا يخليك يا رب. هو يعني اكيد طبعا لما حضرتك هتسمعوا هتقدروا تحكموا يعني عليه وكده. لا احنا هنسيب الحكم للمشاهدين وللمحطة، عشان احنا الاستاذ محمد هو عامل منحة كبيرة لاسكندرية اللي هو بيحبها، ان المحطة بتختار مبدعين من خلال برنامج ميديا مصر، والسادة المشاهدين بيتصلوا بينا ويقولوا آرائهم. اتمنى انك انت تلقي صدى ان شاء الله، ونحب نسمع اول حاجة قلتيها. قالوا على الجنة لا تتحكي ولا تتوصف، وبكلامي يما في الشعر هتغزل فيها وتتكسف. ماني عارفاها أمي من يوم ميلادي وهي الدادي وشايلة همي، علمتني قبل ما أكل باليد اليمين وبسم الله سامي، وفي حضنك يما تحكي لي حدوتي وأغامي، وقبل منهم حبل وربطني بيكي، انقطع يوم ولدتي انوصل وانا بين ايديكي. جدي وجدتي جابولي في الدنيا جنتي، يا جنة يا جنة تحتها جنة، بدعوة منها بتهنى، برضاها عني بتمنى، بضحكة في وشي والله بستنى. عجبك يما ان بالقصايد بيوصفوكي، وبالحنان بيعرفوكي، وفي الاذهان بيرسموكي، بس دول في الحقيقه يما راسمين الكروكي. دول يما لو يعرفوكي من على الارض شيل هيلا هوبا يشيلوكي. اللي ضحت لاجل نكبر قدام عينيها امي، اللي حابت ياما على كتاكتها وتتماسك قوي بعيالها وبيتها امي، وتبعد عنينا الاذى بايديها، اللي حاوطت واللي ربت ومن قلبها بجد حبت امي، اللي تزعل لما افقف واللي تسامح لما تاسف، واللي تساعدني لما ادف، واللي ياما منها والله بتبستف. قولي لي يا اسراء، انت منشأك ايه امال؟ اسكندرانية. لا اكيد انت ليكي منشأ اخر نعمله ستوب ونساله ماما. لا والله هو انا اسكندرانية وجدي وجدتي من برضو يعني انت. طب انت زعلانه؟ انا اصلي صعيدي. لا انا بحب الصعيدة جدا على فكرة. متشكر جدا، عارف بحبه. انت جميلة قوي، وبعدين النطق بتاعك اللغوي جالت جدتي وجاكلت مش عارفة بتعطشي الجيم لكن ما تخرجش منك، فدي مهمة جدا. بس انت دي في حب الام دي يعني. طبعا. طب انت قلت في الام مامة اسراء، ايه رأيك في الام الكبيرة مصر؟ اكيد طبعا، يعني ده لولا مصر يعني احنا هي الحاجة. كتبتي حاجة في مصر؟ والله انا كاتبه، بس يعني حاجات بقى كده قديمه مش هقدر استرجعها. قديمه يعني قديمه، محدش عارف انها قديمه غيرك. لا يعني فكرنا حاجه كده ما تقدريش تسترجعي منها الشطرات. لا والله للاسف مش هقدر. تصدقي انا اي حاجات قصايد في حب مصر مثلتها او غنيتها من قبل ما تتولدي اذكرها. هي مصر لو اتكلمنا عنها كل يوم يعني دي ولا اي حاجه يعني. طيب ما تقولي لنا حاجه عن مصر، مش جاهزه؟ لا مش جاهزه والله. طيب هتقولي لنا حاجه تانية عن ايه بقى؟ عن بابا؟ لا الموت فجاه. لا ما بلاش حكايه الموت دي بقى، انت جات بشريه ولا ايه؟ لا دي فيها يعني موعظه كده، فيها عزه ان شاء الله يا رب تعجبكم. اتفضلي. فجاه ومن غير مقدمات حسيت في قلبي بشويه ضربات، ونفسي راح مش عارفه ارتاح، جالي هبوط، سكت الصوت، طلبوا الإسعاف، بدأت أخاف، جريت، أيوة جريت استخبى تحت اللحاف، أصل جسمي بيترعش، جالي جفاف، أغمى عليا، مش عارفة إيه اللي بيا، فتحت عينيا، بصيت حواليا، بصيت على نفسي على السرير، لقيت حواليا دكاترة كتير، روح بتروح؟ خلاص هروح؟ لا يا بابا مش عايزة أروح، لا يا ماما ما تسيبنيش، بابا عايزة أعيش. لاكترك بينفض في جسمي.
ومن أساطين الشعر ومن روائع الشعر أن نلتقي اليوم بشاعرة لها اسم رنان، وهي ضيفة فوق العادة. قناة مصر الحياة بتستضيفها في برنامج ميديا مصر لتقدم لنا مثالا لشاعرة مصرية مرموقة، شيماء أبو سمرة. أبو سمرة السكرة، مش كده؟ أبو سمرة السكرة فعلا. ميرسي جدا لحضرتك، وسعيدة جدا إن أنا أول لقاء ليا في برنامج ميديا مصر أكون مع أستاذي إبراهيم الملاح. ربنا يخليكي. طبعا الشرف لنا إن الأستاذ محمد غبارة هو اللي استضاف التلاحتي هنا. أنت بتسرق الصوت؟ حضرتك صوتك مسموع على طول من غير مايك. طيب النهارده شيماء أبو سمرة ضيف فوق العاده. يعني انا فوجئت باستاذي الاستاذ محمد غباره والاستاذ مسعد بيقولوا لي عندنا ضيفه شاعره احنا هنزين بيها ختام حلقتنا النهارده. قالوا لي مين؟ قالوا لي شيماء ابو سمرة. انا اللي قلت لهم مين يعني. فشيماء ابو سمرة انا اعرفها شاعره مفوهه ولها اصدارات ولها ديوان ولها لقاءات ولها باع كبير في الشعر وحضور في مصر كلها. فأنا النهارده سعيد بيك يا شيماء، ومش هقول لك قولي قصيدة كذا لأن أنا سمعت كتير من القصائد بتاعتك، لكن هقول لك اهدي برنامج ميديا مصر إحدى قصائدك الجميلة وأوجزي عشان تقولي الثانية. ليا الشرف طبعا إن أنا أسمع الكلام ده من حضرتك، وأنا لسه قبل البرنامج كنت بقول لأستاذ إبراهيم مجرد أستاذ إبراهيم يقول كلمة شاعرة فده بالنسبة لي شرف كبير. بدون أي لقب كفاية إني أسمع من أستاذ إبراهيم الملاح إن أنا شاعر. في نص عندي في الأيام الأخيرة ابتديت الناس تطلبه مني، وده حاجة بفتخر بيها جدا. وتقريبا هيبقى يعني أنا ما كنتش عايزة أفصح عن الخبر ده، بس تقريبا هيبقى اسم الديوان كمان اللي هو تحت الطبعة حاليا. يعني هي دي هدية برنامج ميديا مصر. طب قولي على طول. القصيدة بعنوان هنرش مية. هنرش مية قدام بيبان قلوبنا والمدهونة حب، بطلنا ندفع في الثمن وعشمنا قرب. لو كنا غرب عن الحيطان واتسرق فينا الزمن، قول للزمان ارجع زمان وانا هعتزل شعر الشجر. قمنا اتعدلنا في مجلسك رمي القلوب، الروح في حضرة صحبتك تشبع ذنوب. الروح في حضرة صحبتك تشبع ذنوب. لما الشيطان جه يحبسك قرر يتوب. أنا مش هنوب عن كل عاشق فرفة العقد السمين، عن كل معشوق اتحلف له 100 يمين. القصص مستعمرين فص وفي مخ الشمال، مكتوبة أحسن على الغريق والبخت جوه النني مال. أنا مش سؤال وانت الورق، ولا عود بخور طرفه اتحرق. أنا بس حبي اللي اتسرق. نصاب قوي من نظرتك. لو كل قاضي في الحياة اتجمعوا وتسمعوا تفاصيل حياتك سكتك، أنا خايفة بس يرجعوا إعدام رصاص لمحاكمتك. يكفيني بس أرميك ببعد، واهمس لنني عينيك بشوق محناش لبعض. الحب وعد، والوعد مش حبة كلام يبتدوا بعنقود ريحان ينتهوا بجسده اللي خان. خلتني حالة من الزهايمر، نسيت معاك كلمة أمان. انسى اللي كان وافتح أجندة من الألم. قلبي اللي هان حرم خلاص أصله اتفطم. قلبي اللي زان مش قابل الزيف الحويط يصبح خدم. قتلت فيك كل العشم وبحاجة على النفس اللي شابت من كتر ما ضاقت عدم أصله اتعدم، وبحبل من أسوأ في طريقه وسكته، وغرور مخبي حتى السماحة في طلته. حنيته لعبة قمار والطفلة كانت لعبته. بدموعه صلح غلطته، بفراقي ودع فرحته. وهنشوف بقى خاسر رهانه في دنيته، والخوف بقى يخسر كمانه في آخرته. أنا قلبي خارج دايرته، بس إن بارك سهرته
ولأجل خاطر حضرته هنرش ميه. فرحة علي طالبة في الصف الأول الإعدادي، وفرحة تحس كده وأنت بتبص لها بفرحة لأنها مبتسمة وديسنت قوي، وقالت إنها بتغني. فأنا يعني ما سمعتهاش قبل كده، لكن هسمعك والأول مرة وأنت بتواجهي الكاميرا، وهتبقى شجاعة منك ما تتكسفيش وتعلي صوتك. وأول غنوة اسمها إيه اللي هتغنيها؟ نقابل ناس نفارق ناس. نقابل ناس نفارق ناس. يلا يا حبيبتي غني. نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جرح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير ولو نرضاها تحلالنا بنزعل ليه؟ وده جرح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير ولو نرضاها تحلالنا بنزعل ليه؟ ياسمين السكري، اسم جميل وصوت جميل وموهبة جميلة، شهادتي ليها مجروحة. أتمنى إن أنتوا تسمعوها وتقيموا الموضوع. أهلا بيك ياسمين معانا في ميديا مصر. يا ترى أنا عايزك ما تغنيش حاجة من بتوعك، عايزك تغني حاجة مسموعة الأول، يعني السادة المشاهدين يقدروا يدوا رأي فيها في المقارنة. تمام. فأنت جامدة أوي في إيه؟ أنا سعيدة جدا إن أنا موجودة مع حضرتك النهاردة. ربنا يخليك. أنا عموما يعني أنا برغم إن أنا ليا أغاني أنا عاملاها، بس أنا دايما بحب أغني للقديم للطرب. أحلى. فأنا هقول حمال الأسية لفايزة أحمد، طبعا الفنانة الكبيرة فايزة أحمد. حاجة في وجدان الجمهور، والكرسي ابتدى من دلوقتي يرقص على كلامك، فما تهزيش الكرسي عشان الناس هي بقى اللي ترقص على الغنى. تمام. حمال الأسية. حمال القاسية تيرا ظالمينك حبايبي، وبتنسى القاسية تيرا طول عمرك يا قلبي. حمال القاسية ظالمينك حبايبي، وبتنسى القاسية طول عمرك يا قلبي. حمال القاسية يا قلبي، حمال القاسية بينسوك الحبايب ولو طال. تبقى في وجدان الجمهور المستمع دايما بيحب يسمع الشيء اللي هو جواه عشان يقيم اللي بيغني. وبعد ما رجعنا من تقرير الاستاذ ابراهيم الملاح والفقره بتاعته كانت الجميله، ومعانا مواهب جميله النهارده لاول مره بنسمعها، ونتمنى على طول ان شاء الله يكون في تواصل مستمر مع برنامج ميديا مصر ومع فقره المواهب.
هنطلع لتقرير العجمي. طبعا تقرير العجمي كان في شكوى قبل كده، او كان تقرير من الاهالي بيستغيثوا بالحي، والحمد لله الحي ازال الشكوى، وزميلتنا بير العبودي وامل عبد الله نزلوا علشان يصوروا ويقولوا ان البلد شغاله، والناس الموظفين والحي ورئيس الحي الناس فعلا شغالين كلهم على قدم وساق ان في تطوير وفي تطوير المنطقه. مش بنقول انها خلاص خلصت من التطوير، لكن ان شاء الله في احسن واحسن كمان ان شاء الله. هو الحمد لله يا جماعه شارع الغاوي خلف هايبر العجمي ستار بوابه 8 هو تم فيه فعلا حل مشكله الاضاءه وحل مشكله القمامه، بس لازالت لسه الناس بيعانوا من مشكله الصرف الصحي. واحنا طبعا بنشكر المهندس علاء يوسف ان هو فعلا رئيس حي العجمي ان هو فعلا استجاب للشكاوى والطلب البرنامج وفعلا نزل بده، وفعلا امل فعلا. والحقيقه احنا اصرينا كاسره برنامج ان احنا نشوف الشغل على ارض الواقع، وفعلا رحنا لقينا ناس بتركب الاضاءه وناس شايله القمامه، واحنا بنشكر كل مسؤولين في حي العجمي وبنشكر كل مسؤول بيعمل الواجب اللي عليه، وبنبقى مبسوطين ان احنا بنتواصل معاكم. نطلع للتقرير وارجع لكم تاني. اهلا بكم اعزائي ومشاهدي برنامج ميديا مصر. اهلا بك يا امل. مساء الخير بيري ومساء الكل على مشاهدينا الكرام. احنا دلوقتي جايين نشوف استجابه حي العجمي لشكوى المواطنين اللي وصلنا لهم بالنسبه للقمامه والاضاءه والصرف الصحي، ومعانا الاستاذ تعرف حضرتك؟ محمد رمضان. ايه رايك في اللي حصل؟ والله احنا طلبنا شغل والحي وفوا حاجات كتير، الكهرباء وهم شغالين كمان، والزباله برضو الجماعه ظبطوا الدنيا. احنا عندنا الصرف واحنا احنا كنا واخدين منهم بوعد بالسفلته، فاحنا في انتظار وعد السفلته. والصرف في الشتاء اللي فات ده بهدلنا ومحدش سال فينا. الصرف في المره اللي فاتت دي محدش سال فينا، فاحنا اتكلمنا برضو على الصرف قبل كده، وهم بتوع الصرف لازم يتحركوا، لان مش شغل ان هم يجوا يفتحوا مشاريع جديده هنا، لا هم ممكن يعملوا مواتير زياده بدل موتور واحد في السحب ويقف والدنيا تغرق زي ما غرق في ال 21 وغرق عندنا. طيب بالنسبه للمشاكل اللي كان احنا اتكلمنا عنها في الحلقه السابقه، انت ايه رايك فيها؟ مش في تطور وفي تقدم؟ طبعا هم الناس شغالين اهم بتوع الاناره وشغلوا النوار الشارع وبتوع الحي كلهم. فعلا احنا جايين والمحافظه قمامه وشايفين اللودرات بتركب اضاءه بالظبط، فاحنا بنقول ان هي خطوه. هنا المحافظه والحي رئيس الحي برضه معانا كل حاجه، وكان المفروض يبقى معانا النهارده بس هو وراه شغل. فالنهارده هم الجماعه بتوع المحافظه شغالين مش شغالين. يعني انت راضي بنسبه كام؟ يعني احنا لغايه دلوقتي يعني هنقوله 40% ما احنا عايزين السفلته. هو لسه هو كده طبعا احنا زي ما عايزين نرصد السلبيات، فاحنا برضو بنقول الايجابيات. هو الايجابيات طبعا ان الحي الكهرباء شغاله الحي استجاب للكهرباء وللقمامه والقمامه والشارع هم عملوه او وسعوا الشارع ونظفوا الشارع. الجميل كمان ان هي كانت الاستجابه سريعه ان هم فعلا عملوا اللي عليهم ونزلوا، واحنا جايين على ارض الواقع شايفين شغل. وحتى بتوع الصرف اتحركوا بس بطيء، ما تطلبهمش ساعه الذروه ما بتلاقوهمش. ليه؟ لان هو عنده الشارع مهم. وزي ما اتكلمنا عن الايجابيات هنتكلم عن السلبيات. معانا المواطن، تعرف حضرتك؟ الحاج خالد بيومي على المعاش. اهلا وسهلا. زي ما احنا اتكلمنا على الايجابيات زي ما بيري زميلتي قالت، ايه السلبيات بقى اللي انتوا بتشتكوا منها؟ ايه اللي لم يستكمل بعد؟ اللي ما يستكملش لغايه النهارده في الوقت الحالي الصرف الصحي. عندنا اي شويه ميه سدد المنطقه كلها بتغرق بسبب المواسير ضيقه. طلبنا قبل كده من حي العجمي ان هو يعمل توسعه للمواسير يكون قطرها واسع وكبير تستوعب المنطقه كلها، لان المنطقه اتملت دلوقتي سكان ياما ومفيش توازن بين الصرف الصحي والصرف العمومي اللي هو عند طريق المزغيو اللي هو المفروض البيارة الكبيرة اللي بتاخد من هنا تودي هناك. ومعانا الأستاذة حبيبة من أهالي منطقة العجمي اللي احنا فيها، وهتقول لنا رأيها في السلبيات والإيجابيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بناشئ المسؤولين مشكورا من حضرتهم، مشكورا من الحي، مشكورا منهم كلهم، بصوا لنا وبيعملوا لنا كل حاجة. بس هو دلوقتي الدنيا بتشتي، بتبهدل لنا الدنيا وبتخش الكهرباء وما بتخش على الكهرباء وبيحصل انفجارات
ودلوقتي يعني احنا يعني والسلفتة والدنيا متبهدله قوي عندنا، بس هم مشكورا من حضراتهم هم يعني مش سايبيننا، بس بنتصلوا كل الاتصالات ومفيش حد يعني معانا بيسوبوا. يعني حضرتك لقيتي استجابه لبعض المشاكل اللي كانت موجوده؟ لقينا استجابه، بس فين وفين لما يعني بيردوا علينا. بس دلوقتي كان في مشكله، احنا كنا اساسا في المشكله مشكله القمامه ومشكله الصرف الصحي والاضاءه، احنا شايفين دلوقتي ان فعلا القمامه اترفعت، الاضاءه بتتركب زي ما احنا شايفين، صرف صحي كويس. انت ايه مشكلتك بقى الاساسيه اللي هي اساسا ان انت لا مشكورا من حضراتهم اللي هم الكمامه، ومشكورا من حضراتهم كان كلاب وكل حاجه كانت متبهدله، فكويس اللي بيعملوا كله. بس هو دلوقتي اللي احنا عايزين الدنيا بتشتي لما بتخش على الكهرباء بتحصل انفجار. هو طبعا دي مشكله برضو، لان يا ريت نراعيها، لان المشكله مش مشكله صرف صحي بس، هي ممكن تؤدي لكارثه لو الموضوع ده ما اتظبطش. ونصور مع حبيبه اللي صورنا معاها الحلقه اللي فاتت وكانت بتشتكي من مشكله الكلاب، ايه دلوقتي اتحلت مشكله الكلاب؟ خفت ونشكر الحمد لله الدكتور البيطري. طب تمام، يعني انت كنت بتخافي من الكلاب؟ كلاب جميله. لا انا بخاف منهم قوي. طب الحمد لله. في اي حاجه تانية تحبي تقوليها؟ لا شكرا. تمام، الف شكر. دلوقتي معانا احد المسؤولين اللي بيشتغلوا على ارض الواقع بجد، نتعرف بحضرتك؟ ياسر سعد، ومدير اداره الكهرباء بحي العجمي. اهلا وسهلا. انتوا وصلت لكم الشكوى بصراحه واستجبتم استجابه سريعه، بقالكم قد ايه بتشتغلوا في الحكايه دي؟ احنا دلوقتي بالظبط كده بقالنا اسبوعين فور ورود شكوى الساده المواطنين بعد مول عجم الصار. على طول جالنا تعليمات من السيد الوزير المحافظ والسيد المستشار الاستاذ علاء يوسف رئيس حي العجمي بضروره اضاءه شارع بعد مول عجم الصار، وعلى الفور تم زرع اعمده اناره واضاءه الشارع بالكامل. وده الشارع اللي احنا فيه دلوقتي ده احد تفرعات امتداد شارع مول عجم الصار. طيب طبعا احنا بنشكر استاذ علاء طبعا الاستجابه السريعه. ورجعنا لكم تاني بعد ما رحنا الحي العجمي وشفنا على الطبيعه هناك، وزميلتنا بيري وامل كانوا بيغطوا لنا التقرير في العجمي. هنطلع لتقرير تاني بتاع الدكتور محمود عبد الفتاح رئيس اكاديميه الاتحاد العربي للتدريب التربوي، وكانت زميلتنا جيهان فوزي هي اللي عامله معاه اللقاء سريع كده، يا رب يعجبكم ان شاء الله. نطلع للتقرير ونرجع لكم تاني. أعزائي مشاهدين ميديا مصر، مساء الخير. احنا عندنا منظومتين مهمين جدا في كل دولة، منظومة التعليم ومنظومة الصحة. المنظومتين دول هم أساس الدولة. طبعا التعليم هو أهم شيء في أي دولة. النهارده هنتكلم عن منظومة التعليم مع الأستاذ الدكتور محمود عبد الفتاح، مؤسس ورئيس الاتحاد العربي للتدريب التربوي. مرحب بك يا دكتور. شرفتنا. الله يحفظك يا فندم. دكتور، أنا عايزة أسأل حضرتك التربية والتعليم. الفرق بين التربية والتعليم دايما مقترنين ببعض. هو احنا اتعودنا في نشأتنا من الصغر ان دايما بنقول التربية والتعليم ومرتبطين ببعض، والكلمة فيها دمج فيها توحد، لكن ما حاولناش ان احنا نفصل الفرق بين الاثنين. احنا ممكن يعني بإيجاز نقول ان التربية هي الأهداف والأغراض، التعليم الأهداف والوسائل. طيب الأهداف والأغراض والأهداف والوسائل اللي هو ازاي؟ الأهداف والأغراض هو السلوك التربوي والتغيير المراد حصوله في الفرد. نعم، يعني عايزين نغير في الفرد. بالظبط كده، هي دي السلوك التربوي أو التربية، لكن بالمجمل سلوك تربوي. فده الجزء الأول اللي هو التربية. التعليم الأهداف والوسائل. الأهداف والوسائل احنا اجتمعنا إن الاثنين فيهم أهداف، بس هنا أغراض وهنا وسائل. الوسائل بتنتج عن طريق التدريب أو طريق التعليم، المهم إنه يكون فيه منهج ومحتوى. وبدأنا نعرف الخطط بتاعة الأجيال القديمة ومؤسسين التربية والتعليم، إن هم عملوا الدمج بين التربية والتعليم وبقت كيان واحد بنعلم أولادنا، وأولادنا طلعوا النهاردة في الحياة وعرفوا إيه هو التربية والتعليم، لكن ما كناش بنعرف نفرق بين الاثنين. أعتقد إن دلوقتي وضحت إن الأغراض والوسائل والدمج بينهم. في رأي حضرتك إيه أفضل الدول تعليم؟ أفضل دول العالم في التعليم هو طبعا كتير، لكن
الافضل بالترتيب فنلندا، سويسرا، بلجيكا، سنغافوره، هولندا. كان في كوريا الجنوبيه، بس كوريا الجنوبيه خرجت من الترتيب في الخمسه الاوائل. لكن في صراع في المستوى السابع والتاسع لمده عامين ورا بعض بين كوريا الجنوبيه وسنغافوره. احنا دلوقتي بنطبق نظام تعليم من اولى ابتدائي يمكن غريب على المجتمع المصري شويه، يعني ما بنعتمدش على ان الطفل يكتب او يقرا، بنعتمد اكتر على الاشياء التصوريه، على الكروت. فايه رايك في موضوع التعليم ده؟ موضوع التعليم احنا لما نيجي نشتغل عليه ونتكلم فيه ما ناخدش دول او منهج واضح، احنا نشوف الدول الناجحه. الدول اللي اتقدمت ازاي؟ اتقدمت ليه؟ احنا لما ذكرنا اكتر من دوله ولما عملنا بحث كبير وشفنا سبب التقدم، لقينا ان هم بيدوروا على الميول الفكري عند الطفل. ازاي؟ طبعا اللعب. لا ما طبعا، ما احنا عندنا كارثه كبيره لو اتكلمنا في موضوع التعليم ودخلنا في الجزء الاسري، هنلاقي فيه بيوت كتير حصل فيها هدم وخراب بسبب موضوع التعليم. احنا لو في مساحه او ممكن نتكلم فيها تاني في حلقه تانيه ان شاء الله رب العالمين، لكن احنا نتكلم عن اسباب نجاح الدول دي. اسباب نجاحها ايه؟ ان هم بيجيبوا الطفل من اول ما يكون عنده 4 سنين، اللي هو الطفل اللي احنا عارفين ان هو مرحله اللعب، هو بيلعب. بيجيبوه في مكان مكشوف كبير، بيبقى فيه تيبل، حاجات كبيره كده، بيبقى عليها ادوات هندسيه او ادوات رسم او ادوات اللي هو الحاجات الصلصال والتشكيليه، وبيسيبوا الطفل لمده سنتين اللي هو عندنا هنا تيجي. هم السنتين دول بيسيبوه يلعب في المكان ده. اول يوم بيدخل زيه زي اي طفل، بيخش يجري على التيبل ده او المكان ده، بيستكشف. تاني يوم بيشوف المكان اللي هو مال ليه في اول الدخول. ثالث يوم بيبدا يستقر على مكان واحد. اذا استقر على الاماكن اللي فيها الالعاب الهندسيه، الولد ده بيطلع مهندس. يعني حسب بيقول الطفل بالاول خالص. بالظبط كده، هو بيخرج الجينات اللي جواه وبيخرج الموهبه اللي جواه من الاول خالص، فبيبدا يشتغل عليه، بيسيبه براحته خالص لمده سنتين. دي فطنه من المدرس انه يعرف الميول ما ده اللي احنا بنحاول ان احنا نشتغل عليه. فبيسيبوه سنتين كاملين يلعب في المكان، يمارس حقوقه ان هو طفل. ما يبقاش عندنا يعني عنده 4 سنين وداخل عشان تقدمي له في كيجي ولا حاجه يقول لك نعمل له اختبار. اي منطق واي عقل انا بدخل ابني اللي عنده 4 سنين مدرسه ويقعده ويعمل له اختبار يشوفه هينجح فيه. طب انا جايبه لحضرتك ليه؟ مدارس كتير قوي بتعمل اختبار. لا ده كل المدارس دلوقتي بتعمل كده. طب انا جايبه لحضرتك ليه؟ انا جايبه عشان يتعلم، لكن مش جايبه عشان تعمل له اختبار تشوفه هو متعلم ولا لا. طيب فاحنا عندنا هدرنا حق الطفل ان هو ما عندوش المساحه اللي هو يلعب فيها ويعيش مرحله الطفوله بتاعته. هناك اعطوا له المساحه ان هو يلعب بس ينمي موهبته، يكبر ويشوف الحاجه اللي جواه. بعد السنتين بتوع التاهيل بتوع الكيجي بيخش على المرحله الاولى، او المرحله عندنا في مصر هنا اسمها المرحله الابتدائيه. المرحله الابتدائيه ما بياخدش التعليم اللي احنا بنشوفه عندنا. بتلاقي الطفل يا عيني عنده 6 سنين وشايل شنطه، يعني هو الولد وزنه كله 20 كيلو وشايل شنطه وزنها 20 كيلو على ظهره ورايح العمود الفقري اصلا بيتقوس يعني. بالظبط كده، خلاص هو طلع من مرحله، يعني ما دخلش مرحله الطفوله وراح المدرسه شايل شنطه قد كده، وكل يوم ضغوط وهوم ورك، وطبعا المدرسين، ومش هنتكلم عن موضوع المدرسين علشان ما نخشش في سلك شائك. طب ايه راي حضرتك يا دكتور او راي الاتحاد في تطور الاستراتيجيه التعليم؟ طيب هو تطوير الاستراتيجيه للتعليم لازم نتبع الدول المتقدمه، ان احنا نشتغل زي ما هم اشتغلوا، ندي للطفل المساحه ان هو يلعب، يعيش حياته ويعيش طفولته، علشان ولي الامر التعبان الشقيان اللي طالع عينه يدي لنفسه المساحه برضه، ما يبقاش من اول يعني حضرتك متخيله ان الشاب لما بيجي يتجوز بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى طالع عينه. ايوه حلو. اتجوز، ربنا رزقه بطفل بيبي جميل، خلاص الفرحه بدات تروح لان اتفاجئ بالطلبات بتاعت الطفل. 4 سنين دخل في مصاريف قد كده. طيب احنا عايزين الراجل برضو يعني يعيش حياته شويه. طيب احنا لو نتبع الاسلوب في الدول المتقدمه ان يبقى عندنا السنتين التمهيدي او كيجي، الطفل يلعب فيهم، ما يبقاش فيهم دراسه، ما يبقاش فيهم حاجه، لكن اكتشاف الميول الفكريه والتعليميه بتاعت الطفل. يعني افهم من حضرتك ان اهم حاجه ان المدرس يلاحظ الطفل. طبعا مع في الدول
منها دولة المملكة العربية السعودية، وكان معالي وزير التعليم السعودي كان معايا في حلقة في التلفزيون المصري، وقعدنا اتكلمنا في الموضوع ده بشكل كبير. عايزين نتكلم في الموضوع ده باستفاضه كبيره جدا يا دكتور. ان شاء الله اوعدكم ان شاء الله، يعني توعدنا بلقاءات كتير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وانا يعني انا بشكر حضرتك على اللقاء المثمر ده، واتمنى لقاءات عديده ان شاء الله. اعزائي مشاهدي ميديا مصر، بشكركم. كان معكم جيهان فوزي. ودلوقتي نطلع مع فقره السوشيال ميديا. معانا الشاعره الجميله شيماء ابو سمره وهند الخضري، وبحب اقول لك يا شيماء ان انت نورتي ميديا مصر يا حبيبه قلبي. بنرحب بيها طبعا قبل اي حاجه، احنا بنرحب بشيماء. هي شاعره جميله ورقيقه ونورتينا طبعا. نروح للسوشيال ميديا ونجي لكم تاني. نطلع للتقرير. مساء الخير اعزائي مشاهدي ميديا مصر في كل مكان، معكم هند الخضري وزميلتي الجديده. معكم شيماء ابو سمره. سعيده بانضمامي لفريق برنامج ميديا مصر فقره السوشيال ميديا. بشكر فريق العمل وعلى راسهم استاذ محمد غبار لاختياري ضمن الفريق الناجح ان شاء الله معاكم. فريق العمل برضو سعيد بوجودك يا شيماء. ميرسي جدا يا هند. معانا اول خبر اعزائي المشاهدين، مكاسب كثيره من مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للامن، خاصه في ظل الاهميه الدوليه التي يحظى بها هذا المؤتمر، وهو ما قد يكون له انعكاسات كبيره على جذب الاستثمارات الالمانيه ونقل وتوطين التكنولوجيا في عدد من المجالات، في مقدمتها صناعه السيارات والارتقاء بمستوى التعليم في مصر. معايا خبر بيخص الشارع المصري، وتقريبا هو في سبوت عليه عالي الايام دي. تبدا اللجنه التشريعيه بمجلس النواب برئاسه المستشار بهاء الدين ابو شقه مناقشه تقرير اللجنه العامه الخاص بالتعديلات الدستوريه الاسبوع المقبل. في خبر معانا كمان، حددت هيئة السكة الحديد قائمة بالمحظورات على المسافرين خلال استقلال القطارات أو دخولها للمحطات، وكذلك المحظورات على المواطنين خلال اقترابها من حرم أو شريط السكة الحديد، مشيرة إلى أن ارتكاب تلك المحظورات يعرض للمخالفة للحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، وذلك وفقا لقانون تنظيم السفر عبر السكة الحديد والذي تم تعديله مؤخرا. قائمة محظورات لو عملتها في القطار هتحبس من 6 شهور إلى 2 سنين، السفر في حالة سكر أو الركوب بدون تذكرة، ودخول الرصيف بدون تصريح، والتسول في المحطات أبرزها، ويحظر استقلال القطارات أثناء تحريكها وتمزيق منشورات الهيئة. أظن ده خبر حلو جدا يا شيماء. بالضبط كده. هننتقل من القطارات وإلى خبر يخص الصحة النفسية. بدأت مستشفى الصحة النفسية بالعباسية في تفعيل خدمة عيادة الإقلاع عن التدخين بالعيادات الخارجية للمستشفى يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 2 بعد الظهر حتى 4 عصرا. وقالت الدكتورة منى عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة أن الخدمة تقدم بأجر رمزي ومتوفرة للجميع في سرية، ويتم متابعة المريض حتى تمام الشفاء والإقلاع عن التدخين. بصراحة ده أجمل خبر أنا بالضبط كده، جميل جدا. معنا خبر كمان للرياضة. أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن النية لإلغاء بطولتي الدوري الممتاز والكأس. وقال إمام في تصريحات له أن القائمين على الرياضة المصرية وكرة القدم متمسكين باستكمال بطولتي الدوري والكأس، ولا صحة للكلام عن إلغائهم. هننتقل للرياضة برضو في نفس المجال. يواجه الحكام العديد من الأزمات التي تؤثر على مستواهم عندما يظهرون في المباريات الرسمية، ورغم أن هذه الأزمات والصعوبات معروفة لمسؤولي اتحاد الكرة إلا أنه لم يتم حلها بشكل جذري، كما أن هذه المشكلات تتواجد في كل موسم. السوشيال ميديا وتصريحات المسؤولين، غياب التأهيل النفسي، تأخر صرف المستحقات المالية، ورفض رؤساء الأندية حكام بعينهم. معايا خبر تاني يمكن خاص بالألعاب. لعبة ماريو اللي احنا كلنا عارفينها طبعا. أعلنت شركة ناينتندو اليابانية صناعة الألعاب عن عودة واحدة من أكثر الألعاب الفريدة والذكية، ووفقا لموقع فوربس فسيتم إطلاق الجزء الجديد من لعبة سوبر ماريو، وتحمل اسم سوبر ماريو ميكر 2 على أن يكون في شهر يونيو المقبل. اللعبة دي من أجمل الألعاب، لعبتي المفضلة. أعزائي مشاهدي ميديا مصر في كل مكان، سعدنا بلقائكم. كان معكم هند الخضري وصديقتي شيماء أبو سمرة. نلتقي بكم بإذن الله يوم الثلاث الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 8 صباحا. بعد ما رجعنا من التقرير
وشفنا تقرير الدكتور محمود عبد الفتاح معانا، وكانت معانا زميلتنا جيهان فوزي. معانا مناشدة من مواطنة ام شاب مهندس معاق في نسبة 5%، والست مش طالبة مستحيل ولا طالبة حاجة، طالبة من رجال الأعمال أو الشركات المستثمرين الموجودين في اسكندرية إن هو يشوف لها شغل لابنها، لأن هو العائل الوحيد للأسرة. معانا الحاجة. أيوة يا ابني. الحاجة سامية. الحاجة سامية إبراهيم محمد رمضان. يا أهلا. أنا ابني مهندس ميكانيكا إنتاج، ومعاه التسكي الأمن الصناعي، يعني يشتغل يا مهندس ميكانيكا إنتاج يا مهندس أمن صناعي، وهو العائل الوحيد ليا. أسرة مكونة من 5 أفراد، أم و4 أبناء، وزوجي توفى. وهو ده العائل الوحيد ليا. بناشد المسؤولين بعمل شريف يناسب ابني، هو مستعد يشتغل عمل شريف يعين الأسرة. يعني هو دور على شغل ومش لاقي؟ يعني هو دور على شغل ومش لاقي؟ رحت يا ابني وديت ورقه 5% عن طريق اللواء رضا فرحات الله يصلح لنا وحاله، وشركة السماد أبو إيد استلموا مني المهندس سعد أبو المعاطي في سنة 2016 11/2016. يعني انت حاولت توديه قبل كده في الشركه وما حصلش ان هو يعني يشتغل فيها. طيب احنا بس بنناشد المسؤولين دلوقتي او شركات الاستثمار الموجوده في اسكندريه او رجال الاعمال ان هم يشوفوا فرصه شريفه لابن حضرتك واللي زيه. يا رب يا ابني يا رب. ان شاء الله ربنا يوفق. يا استاذ محمد يا رب، ويحوط عليك وعلى الامه العربيه يا ابني يا رب. ربنا يخليك يا حاجه، وان شاء الله باذن الله خير، ونطمنك باذن الله على الشغل بتاعه باذن الله. يا رب يا ابني يا رب. احنا من هنا بنناشد المسؤولين ورجال الاعمال، وهم كتار واهل الخير في اسكندريه موجودين، ورجال الاعمال انا اتمنى ان محمد واللي زيه نسبه 5% ان يلاقوا شغل شريف. هم مش لاقيين شغل في اماكن، وكل ما يروحوا لك انت معاق. فاحنا عايزين الناس تبص للناس دي بعين الرحمه، مش طالبين اكتر من كده. ده حقهم ومذكور في القانون. ويا جماعه الناس دي بيبقى عندها طاقه ان هي تدي كفاءه جدا للشغل، استفيدوا بيهم. بنشكرك يا حاجه سامية. قبل ما نقفل بنشكرك، وان شاء الله باذن الله يعني نوعدك ان يكون في خير باذن الله معانا باذن الله. وكمان الإعاقة بتبقى جسدية مش ذهنية، دول بيبقوا أذكى خلق الله بالظبط، وده نصيبهم وده حقهم في الدستور 5%. يا رب أصحاب القلوب الرحيمة كل واحد يشغل جزء منهم كده، ونبقى أحلى وفي تكافل كده بينا. يكون فعلا في يا جماعة رد قانوني إن لو أي مكان رفض إن هو يشغل النسبة المنصوص عليها، لان ده حقهم محدش بيتعاطف عليهم. ده هو الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قال ان ده عمل الاحتياجات الخاصه والمعاقين، يعني المفروض الناس حتى تهتم بيهم. في الفتره الاخيره مهتم بيهم جدا، وده حقهم، ابسط حقوقهم علينا. قبل ما نختم بقى، لان احنا كده طولنا عليكم وفقراتنا طبعا طولت عليكم، نتمنى ان احنا تكون فقراتنا عجبتكم ويكون حازت اعجابكم، وما نكونش طولنا واثقلنا عليكم، وننتظر التواصل. انا في حاجه بس عايزه اقولها يا جماعه، يعني يا ريت مفيش داعي ان احنا نحقد على بعض، ان احنا نشيل ضغائن لبعض. الدنيا ابسط من كده واسهل من كده، كل واحد ربنا كاتب له رزقه وعارف هو هيعمل ايه. فيا ريت نحب بعض شويه، لان سلوكك مع غيرك ده يعني بيدل على تربيه الشخص نفسه. فياريت كلنا يبقى في حب ما بيننا. فعلا يا جماعه حبوا بعض، راعوا مشاعر بعض، حافظوا على الكلمه اللي بتطلع منكم، عشان بعد الكلمات نور وبعد الكلمات قبور. كانت معكم امل عبد الله ومحمد غباره بيريا العبودي، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي.